السلام عليكم، هلا والله شباب وبنات متابعين قناة منوعاتي. اتمنى تكونون بخير وتشاهدون فيديو اليوم. بهذا الفيديو سلوان موميكا او في البث المباشر اللي ينعرض الان، سلوان موميكا يتوعد بحرق المصحف الكريم والعلم العراقي، وايضا راح يقدم طلب. فخلوني اعرض لكم الفيديو الان من البث المباشر، واتمنى تشاهدون الاخير. وايضا اكو سؤال جدا مهم سألوه للاجئ العراقي سلوان موميكا، فاتمنى ان تتابعون هذا الفيديو لاخر ثانية. قدم اليوم طلب لحرق القرآن والعلم العراقي امام السفارة العراقية في ستوكهولم، وراح يكون باقرب وقت ممكن. والشرطة السويدية اذا بدكم اي اجراء اتخذوه. انتم جاي تضغطون علي من اجل تكميم الافواه، وانتم مخالفون مثل ما سمعتوا كلام سلوان بخصوص الطلب اللي راح يقدمه حتى يحرق المصحف الكريم مرة ثانية وامام انظار الجميع وامام كل المسلمين. وايضا قال حتى اذا ما وافقت الشرطة السويدية انه انا راح اقدم طلب، واذا وافقوا راح احرق المصحف حتى لو بدون حماية. وايضا احد الشباب العراقيين قدم سؤال جدا جميل لسلوان، وقال له شنو الفائدة من حرق العلم العراقي، وشنو الدافع اللي يخليك تحرق العلم العراقي مع انه هذا رمز وسيادة للدولة. فخلونا نشوف شنو جواب سلوان بخصوص هذا الموضوع. جيد. صالح، برأيك علم عراقي يمثل من بهذه الراية؟ يمثل أي فئة من العراقيين برأيك؟ وكن صريح معي، كن صريح. أكون صريح جدا جدا، أنا ما أخاف بس من رب العالمين. العلم العراقي هو دلالة على قدسية الدولة أو رمز من رمز الدولة. ممكن أسألك؟ شكرا لك، ما دامك مش صريح راح أنزلك. شكرا. طيب. فمثل ما سمعتوا جواب سلوان، وما رد عليه نهائيا بخصوص العلم العراقي. فيقول هذا العلم العراقي هو يمثل الاشخاص اللي مثلوا بالايزيديين وما شابه ذلك. فسلوان جدا على خطأ وفاهم الموضوع بشكل ثاني. وكان هذا السؤال جدا جميل، وشكرا للشخص اللي اسمه صالح اللي سأل هذا السؤال لسلوان موميكا اللي خلاه يتفاجئ وحتى ما يعرف شنو يرد عليه. الى هنا وصلنا لاختام هذا الفيديو. شكرا لك الشخص تابعني الى هذه اللحظة. دمتم في امان الله.